السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ معاكم احمد. النهاردة هنتكلم عن تجربة refractive index of liquid بين قوسين water، لان احنا هنعين الريفراكتيف اندكس بتاعة الووتر. ايه هي الريفراكتيف اندكس؟ رياضيا الريفراكتيف اندكس هي الريشيو من السبيد اوف لايت ان فاكيوم تو its سبيد ان ميديوم. يعني هي بنقول عليها ان ال N هي الريفراكتيف اندكس بتساوي C على V. ايه هي السي دي السبيد بتاعة اللايت ان فاكيوم او اير اللي هي 3 في 10 اس 8، والفي دي هي السبيد بتاعة اللايت ولكن في الميديوم. ودايما ال N دي ليها خصائص لازم نبقى عارفينها. اول خاصية ان هي dimensionless، يعني ملاش وحدة لان هي سبيد على سبيد. تاني حاجة ان دايما هي اكبر من الواحد لان مفيش سرعة للضوء هتبقى جوه ميديم اسرع من سرعة الضوء في الفراغ. يعني عمر الفي دي ما هتكون اكبر من السي، مستحيل انك انت تلاقي سبيد اوف لايت في ميديم اسرع من سرعة الضوء في الفراغ. عشان كده دايما بنقول ان ال N دي دايما اكبر من الواحد. طيب ايه اللي بيحصل للضوء لما بيدخل ميديم؟ تبدأ الالكترومagnetic ويفز على شكلها اللي هي الفوتونز تعمل انتر اكشن مع الالكترونز بتاعت الاتوم. الانتر اكشنز ده بينتج ان انا بيحصل عندي اكزايتيشن للالكترونز ليه هاير ستيت. الاكزايتيشن ده بعد كده بيتبعه عملية دي اكزايتيشن بتحصل في رينج الفيمتو سكند، وبعد كده بيخرج الفوتون بتاعي عادي. فاللي حصل ايه؟ اللي حصل يعتبر هو عملية ديلي للوقت، يعني الوقت اتأخر نتيجة ان حصل ابسوربشن وبعدين حصل دي اكزايتيشن، فانا عملت تأخير للوقت. هي دي الفكرة كلها بتاعت ان ازاي ان السرعة في الميديم بتبقى اقل. السرعة في الميديم اقل لان الزمن بتاع مرور الضوء جوه الميديم زاد، فمعنى ان الزمن زاد ده معناه ان السرعة هتقل. على سبيل المثال الريفراكتيف اندكس بتاعت المية ب 1.33. افهم من كده ايه؟ يعني افهم من كده من ايه لما يقول لي ان الريفراكتيف اندكس اوف ووتر از 1.33؟ افهم من كده ان الضوء هيمشي بسرعة اسرع 1.33 لما يمشي في الفراغ بدل المية. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي بقول ريفراكتيف اندكس بتاعت المية 1.3، ده معناه ان الضوء سرعته اسرع في الفراغ ب 1.3 من المية. طيب كويس جدا. تعالى بقى نبدأ نصيغ الكلام ده رياضيا. رياضيا لما يكون عندي وسط والضوء هيعدي من وسط يدخل في وسط آخر. اللي ابتدى الموضوع ده كان واحد اسمه سنيل وعمل سنيلز لو. سنيلز لو كان بيبدأ في الأول، عايزين بس نعرف قبل ما نتكلم عن سنيلز لو، عايزين نعرف ايه هو الريفراكشن. الريفراكشن او احيانا بيطلق عليه اسم ديفراكشن، هي عملية بيندنج اوف باس. يعني انا الباس كان كده ابتدى يحصل بيندنج للباس، يعني انحناء للمسار. يعني انا لو جيت مديت الخط ده كده، فالخط ده اللي حصل له ريفراكتد راي عمره ما كان هو نفس اتجاه الانسيدنت راي، لا ده حصل بيندنج للباس. فعملية الريفراكشن نقصد بيها change in direction للايه لللايت ويف بتاعتي. طيب سنيل لو بيقول لي ايه؟ سنيل لو بيقول لك لما يكون عندي ضوء ماشي من ميديم، والميديم بتاعته الأولانية اللي كانت فيها وليكن N1، هنفترض إن ال N1 دي less optically dense. يعني إيه less optically dense؟ يعني أقل من الوسط التاني بالمعنى البلدي. وجي دخل على وسط تاني، لا الوسط التاني بتاعته ال N عالية، يعني مثلا كأنه هنا كان في الاير ودخل هنا في المية. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان بيحصل عندي عملية ريفراكشن. طب عملية الريفراكشن دي بتحصل فين؟ السيتا اللي بتحصل، الريفراكشن اللي بيحصل انحناء للضوء قريب من النورمال لاين، ده كده اسمه النورمال لاين. انحناء الضوء بيبقى قريب من النورمال لاين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل ما الان بتاعت الوسط اللي انت داخل عليه زادت، كل ما الانحناء ده زاد اكتر جنب النورمال لاين. وكذلك العكس يعني انا لو انا خارج من ميديم، الميديم ده كانت الان بتاعته عالية ورايح لميديم الان بتاعته قليلة، فبيحصل ديفراكشن ولكن بيبقى ايه؟ بعيد عن النورمال لاين. يعني بيبقى آه بعيد عنه away، نقدر نقول ان هو away from normal line. فده نقدر نقول ان ايه؟ ان as ان ال n increases، كل ما ال n بتزيد كل ما السرعة بتقل. وده منطقي لان ال n كانت بتساوي c على v، فكل ما ال n تزيد كل ما السرعة
في الوسط ده للري اللي داخل عندي هتقل. والعلاقة دي قدرنا نمثلها ما بين وسطين بقانون سنيل اللي هو بيقول لي ان واحد ساين سيتا واحد بيساوي ان اتنين ساين سيتا اتنين. ان واحد ده الميديم الاولاني، ودي سيتا واحد دي الانجل اوف انسيدنس، ان اتنين دي الريفراكتيف اندكس بتاعت الوسط التاني، وسيتا دو دي الانجل اوف ريفراكتد ري اللي بيعملها مع النورمال. خد بالك من دي، ماليش دعوة بالبارل ده، اللي بيعملها مع النورمال. طب افرض جبنا بقى ان اتنين على ان واحد، يعني قسمت كده وقسمت ده كده، فيديني ان اتنين على ان واحد هو عبارة عن ساين سيتا واحد على الساين سيتا اتنين. ولو الان واحد دي بنفترض ان هي في الاير فهي بتساوي واحد، فده معناه ان الان اتنين واحد هي هتبقى الان اتنين، فبنسميها الابسوليوت ريفراكتيف اندكس. يعني مجرد تسمية انك تبقى عارف لو انا اقصد وجيت قلت لك absolute refractive index، فانا اقصد ان الريفراكتيف اندكس بتاعتي الوسط الاولاني هي الاير اللي هي بواحد. يعني هقول ان ان اتنين واحد بتساوي ان اتنين على ان واحد، وابقى عارف ان الان واحد بواحد. اعرف الكلام ده امتى؟ لو قال لي absolute refractive index. طيب كويس جدا. فاكرين بقى جزء الكونفكس والكونكيف؟ في البداية خالص انا حبيت بس انوه على حاجة قبل ما نكمل بقى بقية التجربة. لازم تتفرج على تجربة الكونكيف قبل ما تتفرج على التجربة دي، لان تجربة الكونكيف هتوضح لك العدسات اكتر، لاني مش هكرر نفس الكلام. فانا شارح الكلام ده بتفصيل في تجربة الكونكيف. اتفرج على تجربة الكونكيف قبل تجربة الليكويد لينس اللي عندنا. باختصار بفكرك للناس اللي اتفرجت ان لو انا عندي عدسة كونفكس وده شكل الديك بتاعي، فالعدسة الكونفكس هتعمل ايه؟ هتبين لي صورة ريل، ولكن الصورة دي انفرتد معكوسة وهتبقى اصغر. ولكن لو كان عندي عدسة كونكيف فساعتها الصورة بتاعتي بتبقى فيرشوال مش حقيقية، وبتبقى upright وتبقى smaller. طبعا الكلام ده احنا شارحينه بالتفصيل في تجربة الكونكيف، بس انا بفكرك بيه. طيب ايه اللي بيحصل بقى لما يكون عندي convex lens وحطيت تحتها شوية مية او drops of liquid؟ يعني الدروبس اوف liquid دي هيبدأ تكون ايه تحتها؟ بص كده على شكل التكوين ده، كأنه ايه؟ شبه بالظبط نص الكونكيف، مش كده؟ نص كونكيف. ليه؟ هنا عندي بلين ميرور، فده نص كونكيف لينس. طب النص بتاع الكونكيف لينس ده اللي مع البلين ميرور بنسميه ايه؟ بنسميه بلانو كونكيف. فالبلانو كونكيف ده معناه ان انا عندي نص ايه؟ كونكيف لينس. طب البلانو كونكيف دي معمولة ايه؟ معمولة من الليكويد اللي انا حطيته، قد يكون مية او قد يكون اي حاجة. احنا هنا في الاكسبيرمنت حطينا مية، ولكن هو قد يكون any liquid in general. طب كويس قوي. تعالى قبل ما احط الليكويد دي، لو انا حطيت عدسة هنا كده بالشكل ده، عدسة كونفكس، وجيت اشوف الفوكال لينس بتاعها، هعمل ايه؟ هبدأ احرك النيدل دي وافضل ابص كده في العدسة لحد ما الاقي النيدل اللي ظاهرالي في الصورة تقريبا قد ايه؟ قد الحجم ده بتاع الارو اللي قدامي. يعني هلاقي الارو ده كده نفس الحجم هو اللي ظاهر لي في الصورة. ابقى انا كده جبت الايه؟ الفوكال لينس بتاعها قد ايه. طب لما احط ميه هلاقي ان الصورة اتشوهت. هبدأ احرك ده برضو والاقي ان انا زدت لفوق كده لحد ما لقيت اوضح صورة. يعني ايه اوضح صورة؟ ان انا لقيت ان السهم ده هو اللي ظاهر لي قدامي قدام عينيا، نفس الحجم العرض بالظبط، نفس عرض السهم هو نفس العرض اللي ظاهر لي. ولكن طبعا السهم هيظهر مقلوب عادي، لان دي كونفكس فطبيعي انه هيظهر مقلوب، ولكن الاقي نفس العرض بالظبط هو اللي عندي. طب كويس قوي. ده معناه ايه؟ ان التوتال باور اللي حصل من البلينو كونكيف والكونفكس لينس هو عبارة عن الباور اللي عملته الجلاس او الكونفكس زائد الباور اللي عمله الليكويد. طيب الباور كان عبارة عن ايه؟ الباور ما قلنا ان هو 100 على الفوكال، فالتوتال باور هو 100 على التوتال فوكال لينس. التوتال فوكال لينس ده هو مجموع الاتنين دول، مجموع البلينو كونكيف ومجموع الكونفكس. طيب 100 على اف هتساوي 100 على اف جي اللي هي الفوكال لينس بتاعت الجلاس، زائد 100 على الفوكال لينس بتاعت الليكويد. طيب انا عايز اجيب الفوكال لينس بتاعت الليكويد لوحدها. اولا 100 مع ال100 مع ال100 مع الف سلامة. عايز دي لوحدها اودي ده كده الناحية التانية واعمل كروس مالتيبليكيشن واقلب، يطلع معايا ان الفوكال لينس بتاع الليكويد بيساوي الاف جي في الاف كابيتال على اف جي ماينس اف كابيتال.
طبيعي ان الاف كابيتال اكبر من الاف جي، فهتطلع معايا الرقم ده بالسالب. وده كلام منطقي. ليه؟ لان احنا اتفقنا ان الفوكال لينس بتاعه البلينو كونكيف دايما بتكون بالسالب. ليه؟ لان الباور نفسه بيكون بالسالب. الباور بتاع العدسة بيكون بالسالب. معنى ان الباور بالسالب ده معناه ان الفوكال لينس بتاع العدسة برضه هيكون بالسالب. ودي الليكويد لينس اللي هي البلينو كونكيف، ما اقصدش الكونفكس اللي فوق دي، لا، لان الكونفكس اللي فوق بيبقى الفوكال بتاعها بالبوزيتيف. انا اقصد الليكويد بتاعي اللي تحت ده اللي هو بالسالب. طيب كويس قوي. لو عايز اجيب الريفراكتيف اندكس بقى، في قانون بجيب منه الريفراكتيف اندكس بتاعت الليكويد ده ايا كان هو كان ايه. هو عبارة عن 1 زائد ار على اف ال. طيب ايه الاف ال؟ الاف ال دي اللي انا لسه جايبها الفوكال لينس بتاعت الليكويد، ما فيهاش اي مشكله، اللي حتى قلنا ان هي بالسالب. طب ايه هو الار؟ الار ده هو الراديوس اوف كيرفيتشر بتاع الكونفكس لينس. انا بقى شرحت يعني ايه راديوس اوف كيرفيتشر، فانت ايه اتفرج على ايه التجربه اللي فاتت. الراديوس اوف كيرفيتشر بتاع ايه؟ الكونفكس لينس. طيب احنا اتفقنا ان في يعتبر 2 راديوس اوف كيرفيتشر، مش كده؟ اه، في واحد ناحية اليمين وواحد ناحية الشمال. واكوردنج للساين كونفنشن اتفقنا ان ناحية الشمال الراديوس اوف كيرفيتشر بتاعي بالسالب وناحية اليمين بالموجب. طب الار دي انهي راديوس اوف كيرفيتشر؟ الار دي هي الراديوس اوف كيرفيتشر of the face of convex lens in contact with liquid، يعني في الجنب الملاصق للليكويد اللي هو ناحية الشمال. فيبقى الراديوس اوف كيرفيتشر لازم هيبقى بالسالب، فحطيت سالب. وممكن عن طريق اللينس ماركس فورمولا اقدر اجيب ان اثبت ان الار هتساوي الاف في الجي. اف جي اللي هي الفوكال لينس بتاعت الكونفكس او الجلاس. فاقدر اثبتها باللينس دي. طبعا لينس ميكر فورمولا اقدر اثبتها، ولكن طبعا الاثبات مش عليك، ولكن هي سهل جدا، اثبات عبيط يعني مفهوش حاجه. وهنلاقي ان الار بتساوي سالب الاف جي. انا اللي يهمني في الموضوع كله ايه؟ ليه سالب؟ سالب لان انا خدت الجزء اللي على الشمال ده، الراديوس اوف كيرفيتشر للجزء اللي على الشمال، فعشان كده حطيت السالب. طيب هنا سالب وهنا سالب هيطيروا مع بعض، فهيدوني هنا رقم بالبوزيتيف. رقم بالبوزيتيف بلس 1 يطلع معايا الان، لان احنا اتفقنا ان الان لازم تطلع رقم اكبر من الواحد. بالنسبة للشغل العملي هو شغل بسيط خالص. بنجيب الاف جي والاف معمليا، وهنشوف ده في الفيديو العملي. ومجرد ان انت جبت الاف جي والاف كابيتال تقدر تعوض تجيب الاف ال، وتقدر تعوض تجيب الار. بقى معاك الاف ال والار، تقدر تجيب الريفراكتيف اندكس بتاعت الليكويد اللي هي لازم تبقى اكبر من الواحد. لو طلع معاك اي رقم اقل من الواحد يبقى انت كده في نسيت سالب بقى او حاجة، فالسالب ده هو اللي قلل لك الواحد. ولو للمية احنا عارفين الريفراكتيف اندكس ب 1.333 ويونت لس، يعني ملهاش اي وحدة. ودلوقتي بقى ننتقل على الجزء العملي. في الجزء العملي بتاعي في البداية خالص بتأكد ان كل الاجزاء دي نظيفة وامسحها كويس بالمناديل. وبعدين ابدأ ابص على السهم بتاعي، ابص عليه جوه العدسة هنا، وافضل ازود واقلل بالشكل ده لحد ما اشوف الصورة اللي ظهرالي في العدسة هي الصورة اللي انا عايزها او الصورة الواضحة، وابدأ احرك يمين وشمال لحد ما اشوف اوضح صورة. طب اوضح صورة بحددها ازاي؟ اوضح صورة بحددها عن طريق ان العرض ده يكون هو العرض اللي ظاهر لي، يعني انا كده ظبطتها اوضح صورة. وبعدين اقيس المسافة بين الارو ده واول ايه العدسة. كده انا جبت ايه؟ جبت الفوكال لينس بتاع العدسة. احط شوية مية وبعدين احط العدسة بالشكل ده. طبعا الصورة اتشوهت. هبدأ ان انا ارفع الارو بتاعي لحد ما اوصل المكان المناسب اللي الاقي فيه العرض ده هو قد عرض الصورة. واحسب الطول بقى من اول هنا كده لحد الاخر. الطول ده كله هيبقى عبارة عن ايه؟ الطول ده كله هيبقى عبارة عن الاف كابيتال اللي هو الباور اللي جاي من الكونفكس والليكويد اللي تحتها. انا هنا بظبطها يمين وشمال، انت ظبطها براحتك، وممكن تحرك العدسة دي عادي مفيش اي مشكلة. وهتدعمني جدا لو عملت سبسكرايب للقناة ولايك لو الفيديو عجبك. وبس كده، سلام عليكم.